السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هنعمل فيديو مع بعض تجهيزات عيد ميلاد ابني. بصوا، هو جه على فجأة. ما عزمناش حد كتير. أنا ما كنتش ناوية أعمله بصراحة، كنت مكسلة وفي شوية ظروف كده عندي في البيت، فقلت ايه يعني مش مشكلة اعديه وكده. فهو طبعا قعد يقول لي اعمل لي تورتيه يا ماما. كان عايز تورتيه بس حبيب قلبي. فقلت ماشي. فقمت طلعت البيض وحطيته على الرخام على اساس ان اعمل التورتيه بس. فهو لما دخل المطبخ ولقى البيض، بص لقيته جه بيبوس رجلي. فطبعا الحركة دي خلتني اقوم لو انا في تعب الدنيا كلها هعمل له حبيب قلبي اللي هو عايزه. فطبعا قمت بقى اتشجعت. اول حاجه عملتها معاكم دي كانت التورتايه. انا عملتها معاكم كذا مره على القناه، وهقول لكم برضو مقاديرها بسرعه كده واحنا هنا. واللي انا بعملها ديت كيكه الحليب، وبرضو هعرفكم مقاديرها. تعالوا بس دلوقتي واحنا في كيكه الحليب كده اقول لكم على المقادير. اهم حاجه البوله اللي انتوا بتعملوا فيها دي تكون ناشفه جدا، ما فيهاش نقطه ميه، وتفصلوا البياض عن الصفار. كل كيكايه بتاخد 4 بيضات. بصوا انا عامله 2. انا كده كنت هنا فاصله وجيت فصلت قدامكم التانية، وهنا كانت التورتيه هي في الفرن. صورتها لكم سريعا كده يعني. وابتديت ان انا اضرب زي ما انتوا شفتوا كده البيض اللي هو البياض بتاع البيض، لما عمل الشكل اللي هو الفوم اللي هو عامل زي الكريمة. وبعد كده ابتديت انزل عليه بكوباية سكر، بس تدريجي. وبعد ما اتخفقت كويس ودابت، رحت نازلة بصفار البيض مع الفانيليا مع الخل، ورحت جاية ضربة كويس. وبعد كده رحت جاية نازلة بنص كوباية مية تكون مغلية. وما تقلقوش خالص، البيض مش هيستوي ولا حاجة. لان خلاص هو يعتبر القوام كله دف في بعضه واختفى البيض خالص. انت تخافي لو البيض زي ما هو. وبعد كده بتروحي نازله بقى بكوبايه ونص دقيق على معلقتين نشا على كيس بيكنج باودر. بس شفتوا سهله ازاي؟ طبعا هنا كنت طلعت التورتيه من الفرن، وهنا شفتوا كل حاجه في وقت واحد. قمت بصوا رهوان عملت له كل حاجه في نفس اليوم. ورحت هنا عملت اهي دي الكيكه الاولانيه بتاعت الحليب، ودي الكيكه التانية. هدخلهم الفرن برضو وهسكت؟ لا طبعا. هروح جايبه بقى الكريمه مجهزاها. دي كريمه خام حلوه جدا. تعالوا بقى اقول لكم على ايه، على مقادير التورتيه كده بسرعه واحنا بنضرب الكريمه. معاكي 8 بيضات، من 8 ل 10 بيضات حسب حجم البيض. انا البيض عندي كان كبير فعملت 8 بيضات على كوبايتين سكر. بتضربيهم كويس مع بعض مع الفانيليا. وبعدين تروحي جايه نازله عليهم بالخل. وتروحي معلقه خل. تروحي نازله عليهم بالدقيق والبيكنج باودر، معلقه بمعلقه تدريجي كده. وبعد كده تروحي دهنه الصينيه حطاه. سهله جدا. دي الكيكه بتاعه التورتيه. هنا بقى طبعا كانت الكيكتين اللي هم بتوع كيكه الحليب طلعوا. فانا رحت جايه عاملاهم بالشوكه. ورحت جايه آه حاطه لهم الحليب وسبتهم بقى ايه يهدوا كده مع نفسهم قبل ما ازوق التورتيه الحلوه دي. طبعا انا ابتديت الاول ان انا اسقيها بعد ما قطعتها. ابتديت ان انا اسقيها. سقيتها طبعا دوت عصير فروتي بطعم البرتقال. ورحت جايه آه حاطه بقى الكريمه، ورحت حاطه كمان صوص الفراوله بيدي الكريمه طعم حلو قوي. انا بصراحه بحب احطه في التورتات. بروح حاطاه كده بيدي طعم حلو جدا. ورحت جايه حاطه الطبقه اللي هي التالتة او الاخيره اللي هي وش التورتايه. انا كنت مستعجله جدا، كنت عايزه اخلص جدا. طبعا اليوم بالنسبه لي كان مضغوط زي ما قلت لكم، هو حصل على فجأة. فقلت هنحتفل ما بيننا وما بين نفسينا كده. في اخر اليوم لقيته شبطان ان هو يجيب اصحابه كده يعزمهم. جينا على بعد العشاء، قلت له خلاص يا حبيبي اللي انت شايفه، لو انت عايز تعزم حد من اصحابك. فقال لي يا ماما ده اليوم متأخر وانا ما قلتش لحد من الاول. قلت له عموما ايه، شوف كده لو عرفت تجيب حد من اصحابك يعني ايه الحق هاته كده. نزل
في صاحب ليه مقرب جدا اسمه حمزة، جاب كمان 2 صحابه كمان، وجم. طبعا انا كنت عامله له تزيين الشقه دوت، كنت عامله مفاجاه. بصوا هنا ده الصوص بتاع الكراميل، هبقى اعمله معاكم ان شاء الله على القناه، وهعمل لكم الكيكه الكراميل لوحدها، كيكه الحليب لوحدها، عشان تمشوا معايا بقى بالمكونات واحده واحده كده وما تلخبطوش مني. فهنا بقى ايه، بعد ما زينت التورتايه وكده، كنت حطيتها في الفريزر، يعني تجمد شويه، اللي هي الطبقه الخارجيه دي، عقبال ما انا ابتدي ان انا ازوق بقيت اللي هي الكيكتين دول. وبرضو لازم دول يتحطوا في التلاجة بعد ما يخلصوا على طول. هنا طبعا كان الصوص جمد لان الجو ساقع، فحطيت الازازه في ميه سخنه شويه كده، فنزل الدنيا ايه معايا وكده. المهم راح جاب اصحابه، وانا كنت زي ما قلت لكم عامله زينه فجاه، يعني هو كان عايز نركب زينه وكده، قلت له لا يا ادم بقى خلاص انا تعبت وهلكت ومش عارف ايه، وضحكت عليه. ورحت انا واخته جبنا شويه حاجات بسيطه كده، آم، كانت ناقصه يعني، وانا عندي زينه طبيعي في البيت، وعلقناها وعملناها وهو بره من غير ما يعرف خالص. ولما لقيته جايب اصحابه وجاي بقى، طبعا كنت طفيت نور الشقه كلها، ويا دوب قدت بقى الانوار اللي هي، عندي لمبه كده في الصاله اللي هي بتاعت رمضان اللي بتجيب الوان كتير دي، وكنت قدت الليد اللي عندي كمان. هنا كنت بعمل جاتو شاتو، وطبعا عامله معاكم برضو على القناه. فالمهم رحت جايه قايده بقى الليد ده، ورحت جايه طافيه النور كله، واول ما دخل رحت مغميه عينيه لحد ما وصل للترابيزات بتاعه التورته والكيكات يعني. وبعد كده رحت جايه فتحت له عينه، بقى فرحان جدا وبقى مبسوط، واصحابه كمان بقوا فرحانين ومبسوطين، وهيصنا له كده على قدنا. وكان خلاص كده عيد الميلاد خلص وانتهى، بس بقى فرحان. ولقيته تاني يوم صحي الصبح يقول لي يا ماما انا امبارح كان احلى يوم في حياتي، وبقى فرحان جدا. آم، انا بقيت متضايقه ان انا بصراحه ما اديتوش حيزه في انه يعزم اصحابه زي ما كانت رينات كده. رينات بصراحه بتعزم اصحابها كتير، بس انا رينات قبلها كنت عامله ترتيبات طبعا، وكنت قايله لها انها تعزم اصحابها من قبلها بيومين، انما زي ما قلت لكم دي جت كده على غفله، فالحمد لله. كده انا طلعت الاتنين جاتوه شاتوه من الفرن همت، وسبتهم يهدوا عقبال يعني ما كمل تزويق التورتايه. بصراحه التزويق ما كانش عاجبني، يعني انا زي ما قلت لكم كنت مستعجله جدا، ودوره ده ودوره ده ودوره ده، فعملتها كده، زينتها تزيين بسيط خالص، وكتبت في النص كده رقم رقم 11، اللي هو عيد ميلاده، اللي هو يا رب العمر كله ليه. حتى مش انا اللي خدت، يعني مش انا اللي اديت الفكرة ديت، لقيت بنتي بتقول لي ايه يا ايه يا ماما رأيك يعني ان انتي تعملي رقم 11 في النص وكده. فقلت لها والله احسن، انا اصلا دماغي مش مركزة في التزيين قد كده، انا عايزة اخلص نفسي بسرعة. فروحت جايه عاملاها له كده. وبعدين في لقطة بقى كده كانت اتحذفت، اللي انا بحط له فيها في بسكوت كده انا هوريهولكوا، ده انا جبته برضو، بعت رناد راحت جابته عشان احطه على الجاتو شاتو، فحطيت له منه على التورتايه، وبالتالي كانت باينه في اول الفيديو على رقم 11 دي، فاديت لها شكل احلى شويه. هنا بقى جبت الصينيتين بقى الجاتو شاتو دول، كانوا اخر حاجه بقى ان هم يتزينوا، ورحت جايه نازله عليهم بالصوص بتاعهم. بص كل حاجه بقيت اعملها الحاجات المزدوجه مع بعضها، عايزه اخلص كل مره واحده يلا بسرعه، لان مفيش وقت بصراحه. وانا بقولت لكم كان لسه في زينه عايزه تتعلق، وريناد نفخت البلالين، برغم ان هي والله عندها زي ما قلت لكم الفك كان تعبها، بس هي قالت لا انا هعملهم يا ماما، وهي فرحانه طبعا باخوها جدا، يا رب يخليهم لبعض دايما، برغم انهم على طول نائر ونقير، بس في الاول وفي الاخر هم اخوات وبيحبوا بعض. ف هي عقبال ما نفخت البلالين كنت انا علقت الزينه، و آه، ابتديت ان انا بقى وهي نشيل الترابيزات قصاد بعض برضو ونحطها، ونفرش الحلويات جنب بعضها ونحطها يعني.
وعملنا له احلى عيد ميلاد. هو بسيط جدا بس هو فرح. انا اهم حاجة عندي ان هو يبقى مبسوط. وبرده الجاتوشة يعني زينته كده بطريقة سيمبل بسيطة كده هادية. زي ما قلت لكم حطيت روزيتات من الكريمة، وحطيت كمان البسكوت دوت حلو جدا وطعمه حلو جدا، وكمان بيدي شكل يعني حلو بصراحة. هو كان جاي كده العلبة دي كل كيس فيها 2، فبقيت بقى عمالة اقص واحط اقص واحط بسرعة بسرعة، عايزة اخلص وانجز نفسي. وحتى الجاتوشة انا ما حطيتوش في التلاجة لان كان هو اخر حاجة اتعملت بصراحة وما كانش فيه وقت خالص. وهنا بقى ابتديت ان انا اوريكم. هنا دي الحاجات اللي احنا جبناها: نجمتين والستارة اللي هي بتاعت اللي بتتلزق على الحيطة ديت، وجبنا له الشمع اللي هو بينور والشمع التاني اللي بيطشطش والبلالين. دي الحاجات اللي احنا جبناها جديدة. والفروع دي بقى كانت كلها عندي اهي. بصي دي النجمة اللي فوق دي انا معلقها في المروحة، نجمتين 2، ودي البلالين اللي ريناد عملتها له، نفختها يعني وكده. وشكل الترابيزات اهي بالمنظر دوت. رصيتهم بالشكل دوت وكده خلاص. كنت اتهديت بقى. بس والله فرحتهم بالدنيا وما فيها. احنا طبعا يعني دورنا في الحياة ان احنا نجيبهم عشان نفرحهم مش عشان نزعلهم. هنا طبعا اخته قالت لي: يا ماما انا عايزه احط لنا الشمع في التورته وكده. قلت لها ماشي. طبعا انا لما كنت حاطه الصوص على على التورته، حطيت صوص الفراوله فوق ورجعت حطيت عليه صوص التوت. وصوص التوت ده بيدي لون موف، فالموف على الاحمر ادى لون عجيب بصراحه. بس انا بقيت عماله زي ما قلت لكم بعمل اي حاجه بسرعه بسرعه، بس كانت الحاجه طعمها اللهم بارك بصراحه. كانت الحاجه حلوه جدا، قرفته كانت حلوه، الحاجه اتعملت بسرعه، وبرغم من كده الحمد لله النتيجه طلعت مرضيه. وهنا كنا بقى بنغني له بقى وعمالين نقيد في الشمع وكده. وبس خلاص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. الى اللقاء، استنوني في فيديو جديد، ومستنيه تعليقكم.